كنت في ميتنج النهارده واتقال لي كلمه خلتني افكر. حد قال لي بجد انا بقالي سنين ما سمعتش حد بيكلمني عن ان احنا نبني انجن للماركتنج او ان احنا نظبط الاس اي او عن طريق السوشيال ميديا. كله بيكلمني في خطط السوشيال ميديا، شويه بوستات عشان نعمل منظر او نعمل زحمه، وفي بعض الاحيان حد بيقول زخم. الحقيقه المره دي ان اغلب الشركات دلوقتي حالا بتخسر كل شهر وهي فاكره ان هي بتكسب. بيصرفوا ميزانيات ضخمه جدا على ايه؟ على منظر وهمي، واول ما الاعلانات دي ما بتقف المبيعات بتقف. الماركتير الشاطر مش هو اللي بيعمل نمره، هو اللي بيبني لك ديجيتال فوت برنت، نظام وتواجد قوي جدا بيخلي اسمك هو اللي يظهر للعميل طبعا لما يدور عليك. والاهم من ده انه بيبني لك مسار بيعي ذكي، بيخلي الاعلان اللي انت بتدفع فيه فلوس النهارده يرمي لك نتائج مجانيه بكره من غير ما تدفع عليه جنيه زياده. فانت كده مش بتصرف ميزانيه، انت كده بتشحن كارت لماشين محتاجه كل يوم فلوس. لو البيزنس بتاعك معتمد بس على الزحمه اللي انت بتعملها كل شهر في البوستات، فانت كده ما عندكش بيزنس، انت كده عندك عرض مسرحي. اول ما الستاره بتتقفل العرض بينتهي. ركز انك تبني الانجن بتاعك وبطل تدور على المنظر. قول لي بقى في الكومنت، انت شايف ان انت بتبني اسيت ولا ده مجرد منظر؟ عشان لو المشكله الاساسيه ما اتحلتش يبقى ايه لازمه اللي انت بتعمله؟